اللي هتكلم معاكم فيه في الفيديو ده ما اتقالش في اي مكان قبل كده. لو هتبدأ دروب شيبينج في الوطن العربي او بشكل عام، اتأكد انك تشوف الفيديو ده للاخر، لان انت بالتأكيد شفت او سمعت ناس كتير بتتكلم عن دروب شيبينج وبتكلمك على ازاي تبدأ، بس عمرك سألت نفسك انت محتاج ايه قبل ما تبدأ؟ ده موضوع حلقتنا النهاردة، ويلا بينا نبدأ. أول خطوة لازم تاخدها وتعمل حسابك عليها، لأن هيتبنى عليها حاجات كتير قدام، هي المايند سيت. لو أنت داخل الدروب شيبينج ومش آخد في إيدك المايند سيت الصح، حب أبشرك أقول لك إن أنت مش هتحقق حاجة وهتندم على اليوم اللي فكرت بيه تخش المجال. وأغلب العقليات اللي ناوية تخش الدروب شيبينج وما بتنجحش فيها متقسمة لنقطتين. النقطة الأولى إن هي والله أنا عايز أخش النهاردة أخد فلوس بكرة، نركنها على جنب. النقطة التانية وهي ان انا هخش هديله حبة من وقتي في مقابل انها تحقق لي مبلغ كبير، دي برضو هنركنها على جنب وتعالى لي دلوقتي. الحقيقة ان الدروب شيبينج بيزنس زي اي بيزنس بيحتاج منك في البداية جهد ووقت وتركيز، وطبعا في البداية انت هتخسر اكتر ما بتكسب، لان ده الطبيعي، لان هي لو مش كده كان كل الناس عملتها، صح ولا ايه؟ الفرق بينك وبين اي حد نجح في الدروب شيبينج هو ان خسر في الاول اكتر ما كسب، والخساره دي خدها في سكه انه يتعلم منها، يعرف والله انا خسرت من دي اتعلمت من دي رحت اعملها تاني رحت ناجح فيها. ده الفرق ما بينك وما بين اي حد نجح في الدروب شيبينج. وانا في البدايه طبعا قابلني نفس الموقف دي، خسرت كتير جدا اكتر من كسب، وفي الوقت الحالي طبعا في خسائر اكتر لكن قصادها مكاسب اكتر، لان في الدروب شيبينج هي بتمشي كده، لان البيزنس دايما ابس داونز. لكن كان دايما عندي امل وعندي عقليه ان ليس للانسان الا ما سعى، اخدها معايا وبتوكل على الله وبحاول على قد ما اقدر اقدم اكتر حاجه اقدر اعملها. وبعد اكتر من محاوله الحمد لله بتوفيق من ربنا قدرت ان انا احقق مبيعات اكتر وافتح اكتر من ستور في اكتر من بلد. من الاخر خليك فاهم ان اي خساره هتقابلك وراها مكسب بعيد مش هتشوفه دلوقتي، لكن دايما عايزك تسال نفسك السؤال ده: ليه هتبدا وعايز توصل ليه؟ تاني نقطة وهي مهمة جدا وبتساعد عليها كتير وهي البادجت. البادجت مهم جدا في البداية، لأن أنا زي ما قلت إن الدروب شيبينج بيزنس زي أي بيزنس بيحتاج وقت ومجهود وميزانية للبداية. هل تقدر تشغل عربية من غير ما تديها بنزين؟ ما أعتقدش. في حالتنا دلوقتي لو حد قالك تبدأ من غير ما تصرف أي ميزانية فده أي كلام. احنا في الوقت الحالي هنتكلم عن انسب ميزانية للبداية، وانسب ميزانية للبداية معتمدة على السوق اللي انت هتشتغل عليه، لان انت لو هتشتغل على السوق المصري غير السوق الاماراتي غير السوق السعودي. انسب ميزانية للبداية في السوق المصري هيكون من 5000 ل 10000 جنيه مصري، لكن بالنسبة للسوق الاماراتي والسوق السعودي فدولت هيتقسموا من 1000 ل 1500 ريال او درهم، ده في البداية. ممكن اقل من كده؟ طبعا ممكن، بس ما تستناش نتائج في الاول، ما تستناش الارقام تكون كبيره قدامك في الاول. داخل تخسرهم وداخل تتعلم منهم وهتكسب قدام وهتدعي. طب دلوقتي انا معايا المبلغ وهبدا اشتغل، اقسم الميزانيه ازاي؟ الميزانيه هتتقسم بس في حاجتين: الحاجه الاولى الاساسيات، الحاجه الثانيه الاعلانات. الاساسيات هتتقسم كالتالي: بالنسبه للدومين فهو هيكلفنا $10 في السنه، وبالنسبة للويب سايت هيكلفنا سواء في شوتيفاي أو في يوكين أو في إيزي أوردرز $1 في الشهر، وبعد كده طبعا في الشهر التاني بتختلف من شركة للتانية على حسب اختيار. بالنسبة للإعلانات فهي هتتقسم كالتالي: إن أنت عندك باقي البادجت اللي أنت حاططها هتخش فيه الإعلانات، ودي ميزة الدروب شيبينج إن أنت من خلالها ما عندكش غير تكلفة أساسيات تكلفة إعلانات، ودي ميزة الدروب شيبينج أو الأونلاين بيزنس بشكل عام، لان انت مش هتحتاج لا مخزن وتقدر تعمله من اي مكان والريسك فيه قليل مقارنه باي بيزنس تاني. طب بعد ما ظبطنا العقليه وظبطنا البادجت نخش في اللي بعد كده، نتكلم في النقطه دي عن الري انفست. بالنسبه لي دي نقطه مهمه جدا ولازم تركز فيها، لان انت ما ينفعش اي ربح يجيلك تحطه في جيبك والسلام، لان مش ده الهدف على المدى البعيد. عشان توصل لارقام شبه ما انت بتشوف في كل الاماكن او الناس بتتكلم عليها لازم تركز على النقطه دي بشكل كبير جدا، لان انت من خلالها هتعيد استثمار كل اللي انت عملته، فده هيضاعف الميزانيه، هيضاعف الارباح،
هيضاعف كل النقط دي. ونصيحتي ليك حاول تاخد من 30 ل 50% فقط ليك، والباقي تعيد استثمار. وكل ما انت عايز تكبر اسرع وتزود دخلك اسرع، اتأكد انك تقلل نسبتك في البداية اكتر. ودي النقطة اللي عايز تاخد بالك منها. الفريم ده ربح، اعادة استثمار، تكبر البيزنس، وتعيد نفس الدايرة دي. وفي النهاية طالما وصلت لهنا احب اقول لك مبروك، انت دلوقتي جاهز تبدأ وتمسك الطريق. خليك دايما فاكر ان الدروب شيبنج ممكن يغير لك حياتك فعلا، وممكن يوصلك لطريق احسن من قبل كده، بس لازم تعامله بيزنس زي اي بيزنس، وتديله كل وقتك وكل مجهودك. ولو وصلت لحد هنا واستفدت من المعلومات اللي اتقالت، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في الشانل، لان في الفيديوهات الجايه هنتكلم عن النقط اللي بعد كده. وطبعا keep ready.